السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده ان شاء الله جيت بقى اعمل لكم الفيديو بعد الفراخ كده باذن الله ما بقى عندها 10 ايام. دلوقتي الفراخ بقى عندها 10 ايام بالظبط. طبعا افكركم تاني بالتحصينات او الاستقبال بتاعهم. زي ما قلت لكم انا استقبلتهم اول يوم على محلول جفاف. وطبعا في ناس بتستخدم عسل اسود او عسل ابيض او اي نوع من الحاجات دي، بس انا بفضل طبعا زي ما قلت لكم محلول الجفاف. بعد كده 3 ايام مضاد حيوي اللي احنا بنجيبه من عند البيطري اللي هو دواء الاستقبال، وبعد كده 3 ايام فيتامينات و3 ايام املاح معدنيه. وباذن الله ان شاء الله بقى بكره طبعا ده اخر يوم النهارده اهو. الميه اهي فيها املاح معدنيه. طبعا انتوا عارفين بيبقى لونها اخضر او مايل للازرق او الاخضر على حسب لونها يعني، وساعات بتبقى لونها احمر او اي لون عموما يعني. هستخدم بقى بعد كده 3 ايام مضاد سموم، وخلاص بعد كده هسقي ميه بيضه خالص. وهستخدم بعد كده كل اسبوع مره فيتامينات، مره املاح معدنيه، مره مضاد سموم، يعني يوم 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 في الاسبوع. طبعا ده هيفضل معايا كده لغايه ما يبقى عندهم شهر ونص او شهرين. زي ما قلت لكم فيتامينات لازم تكون موجوده عندي وتكون نوع كويس ومن عند بيطري كويس يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا العلف زي ما قلت لكم بنستخدم اللي هو العلف اللي هو السمسم اللي هو تركيز 23. طبعا هنستخدمه وقت ما اجي ابقى اغير العلف باذن الله. هصور لكم برضو فيديو معايا. عاوزه اقول لكم كمان ان مضاد سموم لما نيجي نجيبه من البيطري نقول له احنا عايزين مضاد سموم بيولوجي مش كيميائي. طبعا الافضل اللي هو البيولوجي مش الكيميائي، واحنا بنجيبه من عند البيطري نقول له كده. كمان في حاجة مهمة جدا انا بستخدمها بعد كده في العمر الاكبر شوية، يعني في العمر الاكبر شوية، عشان انتوا عارفين ان في فيروسات دلوقتي وفي حاجات يعني امراض في الجو وحاجات من دي لا قدر الله. فبيبقى دايما موجود عندنا اللي هو البيتادين بتاع الجروح. بدلهم مثلا كل اسبوعين كده سقوة، بيبقى سنتي على اللتر مية. بعدين الحاجات دي كلها انا هصورها معاكم، بس انا كنت عايزه اعمل معاكم الفيديو بتاع النهارده كده اوريكم الفراخ بعد ما بقى عندها كده 10 ايام بالظبط. شايفين حجمها ما شاء الله. طبعا انا قلت لكم ان انا بستخدم علف اللي هو الهيرمان، هو المتوفر عندي. اي نوع علف متوفر عندك، بس اهم حاجه تكوني انت عارفه ومتاكده ان هو جودته كويسه. ولازم تبقي عارفه ان انت لما تيجي تغيري من العلف من المرحله اللي هي مثلا 23 ل 21 لازم يكون نوع العلف موجود ومتوفر عندي الاقيه في اي وقت. وفي اعلاف طبعا افضل من كده بكتير، اسالوا عندك في المكان اللي انت فيه. طبعا انا كنت حطاهم معايا كنت حطاهم الاول في طبق كده زي ما قلت لكم، طبق صغير، والطبق طبعا بيصغر عليهم، ده غير ان هم بقى بيطيروا وكده. فانا حطاهم هنا في يعني في مكان كده انا عاملاه لهم مخصوص زي ما انتم شايفين كده، وبقفل عليهم كويس. اهم حاجه درجه الحراره، ونظبط درجه الحراره. طبعا اللمبه حمراء اهي، اللمبه حمراء، لازم لمبه حمراء لغايه يعني فتره، لان طبعا دلوقتي الجو بالليل بيبرد، وكل كل يوم عن يوم الجو بيزيد بروده طبعا عشان احنا دخلنا في فصل الشتاء، فلازم نحافظ عليهم. انا دلوقتي طبعا بغير لهم الفرشه دي كل يوم. النهارده ان شاء الله بعد ما اخلص معاكم الفيديو هغيرها. تغييرها سهل مفيش اي مشكله. ان شاء الله هروح للبيطري تاني مثلا يعني في العمر ال15 يوم هاخد منه جرعه الكوكسيديا، لان طبعا انتوا عارفين ان الفراخ مادام مفيش في بطاريات او حاجه من دي لازم بيجي لهم جرعه كوكسيديا تحافظ، او وقايه حتى لو ما عندهمش كوكسيديا بتحافظ عليهم. انا هقفل معاكم بقى دلوقتي واغير لهم التبن بتاعهم. وعاوزه اقول لكم ان 90% من نجاح التدفئه والمكان الكويس والنظافه دول لازم نحافظ عليهم. ومن العوامل كمان المهمه جدا الفيتامينات والاملاح المعدنيه دي ما نقطعهاش، سواء فراخ سواء بط. الحاجات دي لازم تكون متوفره عندي على طول، لازم نهتم بيهم عشان باذن الله يكبروا بسرعه. زي ما قلت لكم ان الفراخ دي فراخ اللي هي الرزي او الفيومي زي ما بيقولوا، بس الاصلي اللي هي البيور اللي هي وزنها ما شاء الله، اللي هي بتشيل وزن عالي. هسيب منها البيض وهوريكم ازاي انا بعمل معاها ايه عشان باذن الله ما يبقاش عندها مشاكل وتبيض عادي جدا. لان في ناس كتير بتقول ان الجميزه البيور او الفيوم البيور او الفراخ الهجينه عموما ما بتبيضش كويس، او انتاج البيض بتاعها ما بقاش كويس. لا بالعكس، ده انتاج البيض بتاعها بيبقى كويس جدا جدا، يمكن افضل كمان من البلد المشعر.
همشي معاكم يعني خطوات كلها باذن الله، وربنا يسهل الحال. كده الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.